اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى يا حبيبه قلب اختك، تعالي معايا هاتي بصلتك وحلتك وتعالي وسمي بالله ونخش نشوف هنعمل ايه. جبنا البصله بنت الناس دي، خرطناها واديناها لون كده يا دوبك ايه، اتحمرت كده صفرة، لونها يكون ايه، تبلتيها بسيط كده. وبعد كده تروحي نازله عليها بالطماطم اللي انت عصرتيها يا حبيبه اختك، وتنزلي بقرن فلفل سبايسي كده ابن ناس، تخرطيه عليها، ما تضربوش في الخلاط. خرطي في قرن الفلفل على ايدك كده. تمام يا حلوه، ركزوا معايا بقى يا حلوين. يلا بينا نشوف هنعمل ايه تاني. وجبنا الملح بتاعنا، ملحنا الصلصه بتاعتنا وهنركنها دلوقتي على جنب، والصلصه سبكت. تمام. احنا كده بقى صلصتنا سبكت ليه؟ طردت الزيت بعيد عن الصلصه، يبقى كده الصلصه بقت تمام. بقت تمام يا شهرزاد. حلو الكلام، صلوا على النبي يا حبايبي. رحت جايبه الرز، طبعا كنت غاسله كيلو ونص رز. وقلنا بقى هنعمل النهارده اكله ايه؟ تحفه. يلا بقى اكتبوا لي كومنت حلو كده، واعملوا لي لايك وشير للصفحه، واوعوا تنسوا اللايك بتاع اختكم. ونزلنا بقى بالرز على الصلصه، وقعدنا نقلب في لحد ما سبكناه في قلب الصلصه بتاعتنا. وبصوا الرز عامل ازاي، احمر ايه، مية مية. احلى حاجه لما تعملي رز ايه، المحشي كده يا حبيبه اختي. طبعا انتوا عارفين طريقه شهرزاد على طول في المحشي. جبنا بقى الفلفل الاسمر، التوابل بتاعتنا فلفل اسمر وكزبره وكمون، وهي كده بس. وبعد كده حطينا مكعب دجاج، مكعب مرقه دجاج، وقلبنا الخلطه الحلوه دي كلها في قلب الرز بعد ايه، بعد ما برد. وهننزل دلوقتي عليه بقى بالخضره. الخضره يا حبيبه اختك احنا ما بنحطهاش وايه والرز حامي، قلنا 100 مره علشان الخضره بتاعتنا تسود في قلب الرز ما يكون حامي وتلاقيها مش حلوه خالص. لكن كده تبقى تلاقيها لسه بلونها وخضره وجميله لما الرز بتديله كده ايه، شويه يبرد مع نفسه وتحط الخضره عليه. بصوا الخضره عامله ازاي في قلبها. وجبنا الفلفل بقى وايه والبتنجان، وقلنا بقى هنعمل محشي بتنجان النهارده وفلفل. وده كان طلب ولادي والله بجد، عملوا لي يوم احنا نفسنا ناكل محشي بتنجان. قلت لهم بس كده، ده انا هعمل لكم احلى محشي بتنجان من ايد شهرزاد. وحشيت الحلتين يا حلوين زي ما انتم شايفين. اللهم بارك بألف هنا والشفا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. خلصنا المحشي بتاعنا وعلقنا عليه. وجبنا بقى الفرخه بتاعتنا كده، قطعنا الفرخه 8 نوايب. يعني ايه 8 نواب يا شهرزاد؟ قطعنا الفرخه بتاعتنا 8 حتات. وعملتها كده بقى على الناشف نيف ني. جبت بصلايه خرطتها، وجبت قرن فلفل، وجبت جزرايه وتانية شهرزاد وليمونه وحبيتين قوطه والبصل. ونزلت بقى زي ما انتم شايفين كده، طماطم على البصل على الجزر على الفلفل على الليمونه. وتبلت واستنوا بقى نشوف هنعمل ايه الوقت تاني. والنبي يا ولاد، والنبي يا ولاد انتوا وحشتوني كتير كتير كتير. بس بصراحه انا ايه، مش مركزه النهارده كده وتعبانه، معرفش ليه. دول ربنا يشفيني ويشيل عني. اوعوا تنسوا تصلوا على الرسول. بصوا بقى، جبنا التوابل فلفل اسود وكمون وشويه حبهان كده مطحون، والملح بتاعنا تبلناه. والفراخ بتاعتنا كانت ايه، جوسي كده وكانت جميله. طلعها بقى يا شباب، ما حطيتش عليها ولا نقطه ميه، هي الخضار اللي انا حطيته والفراخ سوت نفسها بنفسها، والله ما حطيتش نقطه ميه عليها. وبعد كده بقى خدتها من الحله رصيتها في الصينيه زي ما انتم شايفين. الفرخه بقى بتاعتي كانت بصراحه مسكره وكانت جميله. انا بحب طريقه الفراخ دي يا جماعه احسن ما بحطها في الفرن وبحطها على الشوايه والكلام ده، حلوه قوي على النشف كده. حطينا الفرخه بتاعتنا في الفرن، وجبنا بقى الطشه عملناها للملوخيه. يلا يا شهرزاد الشهقه الحلوه اللي تعلي التست بتاع الملوخيه. عملت الملوخيه ورا الكاميرا وعملت لها الطشه بتاعتها زي ما انتم شايفين. عملت توم وحطيت عليه معلقتين كزبره وقلبت ورحت طشه ايه الملوخيه. يلا يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير. واوعوا تنسوني بالكومنت والسبسكرايب وتصلوا على الرسول يا حبايب قلبي في الكومنتات. ومع الف الف سلامه.